وصفتنا النهاردة متأكدة ان انتم مش هتروحوا تشتروها من بره تاني. هنعمل مشاوي المطاعم المشهورة في البيت بأقل الإمكانيات وبطريقة أحلى من المطاعم كمان. هنحط فيها شوية لمسات كده مع بعض هتوديها في حتة تانية خالص. متأكدة ان مفيش حد مش هيجربها. بس قبل ما نبتدي، لو أول مرة تشوفوا وصفتي، أنا مروة. نجيب بقى كل أنواع الخضار اللي بنحبها في المشاوي. هنجيب بصل، طماطم، فلفل أخضر، وهقطعه بمكعبات بالشكل ده. ممكن نستخدم البصل الصغير على طول لو مش عايزين نقطع البصل الكبير بالشكل ده، وممكن نستخدم قرن فلفل حامي لو بنحب الحاجة سبايسي. طاسة سخنة على النار فيها شوية زيت، وهنزل بالبصل والفلفل الأول. يعني هنزل بالخضار الأول اللي مش بيجيب سوائل. هبتدي أدبله على النار بالشكل ده كأني بشويه بالظبط، وهاخده تقلبتين تلاتة لحد ما اوصل للون والشكل ده. في الوقت ده بقى هبدأ انزل بالطماطم واخدها برضو هي كمان تشويحتين تلاتة لحد ما احس انها دبلت معايا كده وبدأت تدخل في التسوية زي بقية الخضار. بس الخضار مش مهري قوي، الخضار لسه فيه القرشة بتاعته. خلصت الخضار هبدأ بقى احضر الكفتة. نص كيلو لحمة مفرومة، بصلتين حجم وسط انا فرماهم ناعم جدا ومصفياهم من المية بتاعته، وعينوا المية هقول لكم دلوقتي هنستخدمها في ايه. وهحط ملح وفلفل وبهارات لحمة اللي هم 7 بهارات ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، وهعجن الكفتة كويس جدا جدا. اول ما الكفتة بتاعتي توصل للقوام ده هبتدي اخد شوية من البصل، مية البصل بتاعي، وهحطهم في بولة كده وابدأ ان انا ادهن ايدي بيهم قبل ما اصبع الكفتة. ما بين كل صابع وصابع هبتدي ان انا احط شوية من مية البصل على ايدي واصبع. مش لازم خالص نعمل الكفتة على سيخ. لا، ممكن تصبعوها بأي طريقة انتوا عايزينها، حتى لو هتعملوها مدورة. انا بس حبيت اعمل فيها فتحة في النص علشان الصوص يدخل فيها كده وهي في الفرن. بعدين كده الكفتة بتاعتي جاهزة. هنقل الخضار بقى في طبق، وهبدأ في نفس الطاسة اللي انا عاملة فيها الخضار من غير ما اغسلها، بنفس الطعم بنفس الريحة، وهبدأ ارص فيها الكفتة بتاعتي واسويها بالطريقة اللي انا متعودة عليها. هغطي عليها على نار هادية خالص زي الشمعة 10 دقايق تفقد السوائل بتاعتها، وبعدين هشيل الغطا وابدأ اعلي النار لحد ما تشرب المية بتاعتها كلها وتتحمر بالشكل ده. اول ما الكفتة بتاعتي توصل للون ده كده هي جاهزة. انا بحب جدا الكفتة تكون واخدة التحميرة دي. هوضب بقى الصوص اللي هحط عليها. كوباية زبادي، عليها نص كوباية طحينة، وملح، كمون، كزبرة ناشفة، عصير ليمون، شوية بقدونس مفرومين ناعم. هقلب بقى الخليط ده كله كويس مع بعضه لحد ما يمتزج كده، وبعدين هحط حتة صلصة صغيرة خالص عشان اكسر اللون الابيض ده. وهعمل ايه بقى بمية البصل زي ما قلتلكوا، هخفف بيها الطحينة عشان ما احطش مية بدون نكهة. يعني مية البصل هتخفف الطحينة بتاعتي وهتخليها طعمها تحفة. اي صينية بتاعتي هشتغل فيها وهقدم فيها هحط شوية من الصوص تحت كده، وهبدأ ان انا اوزعه واحط عليه الخضار المشوي الرائع ده. هوزع الخضار في الصينية من تحت وابتدي ان انا ارص عليها صوابع الكفتة بتاعتي، وبعدين هنزل بصوص الطحينة. اغطي كل اللي انا عملته ده، اخلي مفيش تنتوفة باينة صغيرة من الصينية. كل الكفتة فيها طحينة وواصل لحد الخضار من تحت. يعني هحط صوص الطحينة لحد ما الصينية بتاعتي تكتفي. هحط الصينية بتاعتي تحت الشواية لحد ما تتحمر ويبقى شكلها باللون ده. رشة البقدونس المتينة كده على الوش، وممكن اطعم بفحماية. لو عايزين ريحة الشوي تبقى اقوى ممكن نحط فحماية كده اختياري ونغطي عليها شوية، وبعدين نفتح عليها وتبقى جاهزة للتقديم. اروع طريقة للكفتة ممكن تجربوها بجد، على ضمانتي لو جربتوها مش هتبطلوا ابدا تعملوها. انا بقى خبزت جنبها عيش صابح، وهبتدي بقى ان انا اعمل سندوتشات. ممكن تغمسوا، بس اهم حاجة الطبقات. هنحط طبقة تحت كده من الخضار المشوي ده اللي شارب من صوص الطحينة اللي احنا عاملينه، وبعدين صباع الكفتة والساندوتش بتاعي هيكون جاهز. الكفتة دي وهي بتتعمل الريحة بتكون جايبة اخر الشارع.
عملت جنبها شوية متبل كده بالحمص، بس بصراحة هي تكفي يعني مش محتاجة اي حاجة جنبها. متأكدة قوي ان نفسكم اتفتحت عليها ومفيش حد مش هيجربها. لو عجبتكم وصفة النهاردة متنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل للحبايب وحبايب الحبايب. اشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة، والف هنا وعافية على قلبكم وقلب ولادكم مقدما، ومع الف سلامة، وباي باي.